السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اخدكم معايا روتيني وانا بانضف اوضتي. اليوم ده كانت اوضتي متبهدلة بشكل فظيع، كانت الهدوم كلها مرمية على الارض، السرير، الكومودينو، المكتب، الكتب على السرير، بصوا كل حاجة مرمية في الارض. فقلت بقى ان انا اخدكم معايا فلوج وانا برتب الاوضه، علشان برضو اتشجع، ولو حد اوضته متبهدله بالمنظر ده يقوم يرتبها معايا. تمام، يحط الفيديو كده ويقوم يرتب الأوضة. أنا أوضتي ما كانتش مترتبة خالص، لأن كان اليوم ده عندي دروس كتير أوي، 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 فكل حاجة كانت متبهدلة بقى، بيجامتي محطوطة على الأرض، هدومي محطوطة على السرير، الأقلام على السرير والكتب على السرير، بصوا كل حاجة كانت متبهدلة حرفيًا. فقُلت ليه ما آخدكوش معايا vlog وأنا بانضف الأوضة كده، وفي نفس الوقت أتشجع وأنا باعملها، ولو في كمان حد أوضته مش مترتبة يرتبها معايا. ابتديت أول حاجة طبعًا بالسرير، شِلت بقى الكُتب اللي كانت عليه والحاجة دي، لإنه كان في منتهى الزريبة كان زريبة بجد. فشايفين بقى هنا كنت باحط الأقلام في الباسكت دي بتاعة الأقلام، أنا مش عارفة اسمها إيه. المهم وكان في كشاكيل طبعًا وكُتب وكل حاجة مرمية، شايفة حتى الشماعة كانت على المكتب. هنا بقى ابتديت إن أنا أشيل الهدوم اللي على السرير، وأشيلهم لو في مثلًا حاجة عايزة تتغسل، حاجة عايزة تتعلق في الدولاب أنا ما لبستهاش، كنت مجرد إن أنا مطلعاها بس عشان أقيسها، كل الكلام ده. فهنا بقى ابتديت إن أنا أنضف السرير، أشيل كل الهدوم اللي عليه، وأصلًا قعدت هنا بقى أنضف كده الهدوم أو أطبقها يعني، وفي الآخر خدتهم حطيتهم في الغسيل. والطرحة بقى طبّقتها ومش عارفة وجِبت البنطلون، هنا كنت باوريكم البنطلون ده لإنه كان عاجبني جدًا وواسع، يعني مش ضيّق خالص ومش بيبيّن الجسم وكده. وهنا بقى الطرحة خدتها كده، طبعًا الطُرح القطن دي يا جماعة معاناة في إن هي بتتكسّر بجد، بتتكسّر بطريقة غريبة، يعني مثلًا أنا نِفْسي أجيب الطرحة يعني مثلًا أقلعها أحطها على كرسي مثلًا، أحطها على السرير ما تتكرمش وتتكسّر، لأ، بُصّوا لازم طُرح القطن دي تتكسّر. فخدت بقى الoutfit كده، حطيت طبعًا البندانة عليه، وهنا الtop، وهنا الcardigan حطيته على الشماعة برضه، وهاعلّقهم بقى. حرفيًا يا جماعة أنا في اليوم اللي بيبقى عندي فيه دروس كتير ده بابقى متبهدلة بجد من الهدوم، الهدوم بتبقى مرمية في كل حتة حرفيًا، يعني مثلًا آجي أغيّر هدومي أحطها هنا، أشيلها أحطها هنا، البيجامة، يعني غيّرت كل حاجة أصلًا في اليوم ده. هنا بقى شوفوا كمية الكتب اللي كانت في الشنطة والأقلام وكل حاجة كانت في الشنطة، وإزازة المَيّة كمان، يعني كل ده أنا كنت شايلاهم في الشنطة، لإن أنا افتكرت طبعًا إن أنا عطشانة وما شربتش فشربت. كل حاجة بقى كانت في الشنطة فخدتهم، لميتها كده. هنا حرفيًا كنت مصدومة من شكل الأوضة، باقول إيه اللي أنا عملته في الأوضة دي. طبعًا أنا ناوية أجدد أوضتي بإذن الله، يعني تتدهن، الدهان بجد باكره الدهان بتاع أوضتي، فكنت عايزة أدهنها وكده، وإن شاء الله لمّا أعملها هيبقى ليكم vlog عندي كده خطير إن شاء الله، إن شاء الله يعني. هنا بقى شِلت سجادة الصلاة ورُحت روّقت جزء هناك كده جنب الكرسي، بس ما جبتش المشهد يعني. برضه كان في حاجات على الأرض، حرفيًا كنت كل شوية أجيب حاجة من على الأرض أشيلها. طبعًا في كده زي مخدة كده وفوقيها مفرش، أنا باحب أحطهم على الكرسي، وخاصةً أصلًا أنا ما باقعدش على الكرسي ده، يعني أنا باحط عليه أي حاجة وخلاص، مش باقعد عليه يعني وكده. فأنا أصلًا مش باذاكر في أوضتي، وهنا خلاص مليت من الترويق والتنضيف، قُلت ألعب شوية بإزازة المَيّة، وطبعًا خسرت في أول جولة فخلاص ما لعبتهاش تاني. هنا بقى كنت باوريكم شكل الكتب وأنا باحطها على المكتب، حرفيًا أنا فن اختيار الزوايا، أنا مختارة زاوية أصوّر منها غريبة جدًا. حطيت الفون كده فوق وأنا باصوّر، وهنا بقى كنت باوريكم شكل المكتب. كان عليه حرفيًا مثلًا كريمات body lotions، عليه الشنطة السودا دي، يعني بجد أنا أصلًا ما باذاكرش على المكتب ده ولا باذاكر في أوضتي، يعني أنا أمّا آجي أذاكر ما باذاكرش في أوضتي، باذاكر في أوضة تانية. فكنت بقى باروّق المكتب علشان يبقى شكله نضيف كده عسول يعني، بس هو المكتب عمره ما هيبقى شكله عسول. المهم هاجيب بقى الكتب وأحطها على المكتب، طبعًا أنا كنت رُحت اشتريت كمية من الكتب حرفيًا ضخمة. هنا بقى كنت باوريكم الكتب اللي أنا هاحطها فوق بعضها، قعدت بقى أحط الكتب فوق بعض والمذكرات فوق بعض والكشاكيل فوق بعض والأقلام مع بعض وكل حاجة كده مع بعض،
أنا أصلًا مسرّعة لكم المشهد ده لإنه طويل جدًا، أنا قعدت أفرز بقى الكتب والكشاكيل والحاجات اللي أنا مش محتاجاها أحطها في الشنطة الصفرا دي، يعني هنا حطيت كمية كراريس already أصلًا كنت كاتبة فيهم، بس فيهم كمية ورق كتيرة جدًا ما كتبتش فيهم يعني إلا شوية صغيرين، فحطيتهم بقى في كيس عشان ممكن أحتاجهم تاني وكده. يا جماعة ما تقوموا بجد تروّقوا أوضتكم، أنا حاسة إن أنا عاملة الvlog ده علشان تتشجعوا معايا وتقوموا تروّقوا أوضتكم. فاللي أوضته مش مترتبة ومستني حد يرتبها له، ما تخافش ما فيش حد هيرتبها لك، فقوم أنت روّق أوضتك كده من سُكات ونضّفها عشان الكل يتفاجئ بنضافتك في الأوضة. المهم أنا بقى قعدت أعمل في الكُتب ده كتير جدًا، أنا مسرّعاه حرفيًا الفيديو ده كان أكتر من ربع ساعة، أنا مسرّعة الفيديو يعني مسرّعاه وقاصة منه أجزاء كتيرة جدًا، شايفين يا جماعة بقى في الجزء ده قصّيت حتّة قد إيه أو سرّعته قد إيه كبير جدًا، هنا بقى اشتلت كمية كُتب ورُحت أحطها على المكتب، وكان لسه في أصلًا كُتب كتير برضه وكشاكيل وحاجات من دي. وكنت كمان باشيل الكتب اللي هي عندي في الدروس، يعني مثلًا إيه، أنا كان عندي درسين وأنا باصور الفيديو، فجهّزت بقى الكتب في الشنطة وحطيت بقى الأقلام والحاجة اللي أنا هاحتاجها وهاعمل معاكم كمان إيه، محتويات شنطتي دلوقتي، هاحط أقلام بقى أسنان وجاف وكل الكلام ده هاحطه في الشنطة. أصلًا يا جماعة خلاص أنا يعتبر قرّبت أخلّص الvlog حطيت بقى الحاجات في المقلمة، الأقلام اللي أنا هاحتاجها في المقلمة وكده، والآلة الحاسبة وكل الكلام ده حطيته في الشنطة، وهنا بقى إيه شِلت كل الحاجات اللي أنا مش محتاجاها وحطيتها على المكتب برضه، وكنت بقى هارتّب الكومودينو علشان ما كانش مترتّب، كان عليه برضه حاجات كتير أوي قعدت أنضّف فيه وأرتّب فيه كتير جدًا، طبعًا وتلاقوا بقى دبابيس مرمية ورميت مثلًا إيه كان عندي كده omega 3 مخلّصاها. وهنا بقى كنت باوريكم جمال الأوضة بعد أمّا رتّبت كل حاجة، شايفين يا جماعة السرير تحفة وفرشت عليه بقى المفرش تمام، ورشيت المُعطّر أهم لحظة في اليوم المُعطّر، وأوريكم شكل المكتب بعد ما روّقته، شوفوا شكله قبل وبعد، حرفيًا حاجة إيه ما أقولكوش عظمة، رتّبت بقى إيه الأوضة كلّها وكده، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك، سلام.